من هو النبي الذي ليس له قبر على الأرض ولم يدفن في الأرض؟ هو نبي الله إدريس عليه السلام. وقصة سيدنا نبي الله إدريس قصة مثيرة للجدل، حيث أنه يكاد تراه في جميع الأديان السماوية والحضارات المختلفة. وهنا المنهج الإسلامي وضح لنا قصة سيدنا إدريس في كتاب البداية والنهاية تحت صفحة إدريس عليه السلام، حيث قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. سورة مريم. سيدنا إدريس الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج شافه في السماء الرابعة، وفي علماء إسلاميات بيقولوا اللي هو موجود في السماء السادسة، وقابله ملك الموت هناك وأخذ روحه، والله أعلم.